أن تكون السويداء هنا جزءا من الدولة السورية؟ حتما لا، هذا مش مني، هذا اللي قرره الإرهابي اللي حلق دقنه، اللي جاب الويلات على السويدة، اغتصبوا النساء، حلقوا شوارب الناس وقتلوا أهل الدين والأتقياء. وطبيعة الحال هذا النظام لا يمكن يتعايشوا معه هذول إخواننا، ونحن هن اللي بيقرروا. نحن بنسعى شو هن بدهم. وطبعا نحن يعني مش سر انه نحن طلبنا هذا الشيء من امريكا، من الامم المتحده. انا اجتمعت مع دول كثير، في هناك دعم واضح لموقفهم، خاصة من اللي ذكرتهم، أمريكا، طيب. إسرائيل، الأمم المتحدة، طيب. وفي عدة دول اللي هي مناصرة للدروز اليوم. طيب، الدعم هنا في ماذا يمكن أن يتمثل؟ تسليح بالأسلحة؟ دعم يعني من أي نوع؟ سيدي العزيز، مع هذا الإرهابي اللي حاكم سوريا اليوم فيش خط ثاني إلا أنه يكون هناك أول شيء أمن واستقرار للسويداء. مش مهم شو بيكون مستقبلها، هذا الأمر مطلوب. لولا كان مع السويداء سلاح كان يمكن ما ظل ولا درزي في السويداء. ومش بس الدروز، المشكلة هي مع كل الأقليات اللي موجودة. انظر شو صار مع العلوية، مع الأكراد، مع الكنائس والمسيحية. انظر لكل الأقليات، وخاصة كمان حتى السنة العلمانيين اللي هن ضد كل هذا الإرهاب وهذا التطرف. طيب.